مرحبا بكم أعزائي الكرام أينما كنتم وأهلا بكم من جديد في آخر تطورات طقس المغرب. إذا كالعادة قبل أن نبدأ هذا الفيديو نرجو من المتابعين الأوفياء دعمنا بلايك لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. قبل أن نمر لآخر المستجدات بالحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة، سنحلل في الأول صورة الساتي التي أخذت قبل قليل. من خلال تحليلنا لصورة الساتي تبين لنا أجواء مستقرة بجل مناطق المملكة، ما عدا مرور بعض السحب المتفرقة بطول الوجه المتوسطية وبالريف لكن بدون فعالية. والطقس نسبيا بارد هذه الليلة وخلال الصباح بكل من مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة والمنطقة الشرقية. وأما بخصوص الأيام القليلة القادمة كما جاء في آخر تحديث لهذا اليوم، فستعرف الحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة استقرارا نسبيا بجل مناطق المملكة، بعد أن عرفت العديد من مناطق المملكة خلال الفترة القليلة الماضية زخات مطرية محليا قوية إلى ضعيفة حسب المناطق. وفيما يرتقب بمشيئة الله أن تعرف الحالة الجوية بالمملكة خلال يوم غد والثلاثة أيام القادمة استمرار الطقس المستقر نسبيا بجل مناطق المملكة، ما عدا تكون بعض الكتل الضبابية بقرب من السواحل والسهول الأطلسية وغرب الواجهة المتوسطية، هذا فضلا عن استمرار طقس نسبيا بارد لا سيما بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية والريف. ولكي تعرف أيضا الحالة الجوية خلال يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين والله أعلم، مرور بعض السحب من الأجواء العليا بداية من السواحل والسهول الأطلسية الشمالية الواقعة بين طنجة وأكادير، ولكي تمتد إلى باقي المناطق الأخرى الشمالية خلال يوم الثلاثاء المقبل بحول الله لكن بدون فعالية. وهذا راجع لتمركز منخفض جوي بالمنطقة الإيبيرية وبالبرتغال وإسبانيا، الشيء الذي يسمح قدوم بعض الشظايا من هذا المنخفض الجوي الأطلسي لكي يهم ليلة الثلاثاء وصبيحة الأربعاء المقبل بحول الله بكل من الشمال الغربي وبأقصى المنطقة الغربية وغرب الواجهة المتوسطية وغرب الريف. على العموم ستكون هذه الزخات المطرية معتدلة شيئا ما إلى ضعيفة، ما عدا هذا ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة. إذا أعزائي الكرام لقد وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بقية يوم ممتع، كونوا في الموعد وإلى اللقاء.